دكتور ديبان أحمد مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في دمر السلطان بعملة مقاطعة في دمر السلطان. اليوم كانت عندنا واحد الحملة تحسيسية اللي كان الحضور كان شرفنا السيد العام السيد الكاتب العام وزارة السلطة، كذلك رؤساء المصالح الخارجية وكذلك المجتمع المدني جميع الأطياف ديالو. والحمد لله كان واحد العرض قيم على مرض بوحمرون، عطينا واحد الصوره وجيزه على شنو واقع في البلاد. لان قلنا بان الحال تقريبا عندنا 25,000 حاله، عندنا 120 وفاه، وحاولنا نوصلوا بان كلنا خصنا نتعاونوا باش ان شاء الله نوصلوا لواحد التغطيه اللقاحيه اللي تكون في 95%. ما حد ما وصلناش لهذه التغطيه اللقاحيه كنظن غنبقاو وليداتنا وكنبقاو جميع متعرضين لهذا المرض هذا. ومن بين الاشياء اللي كذلك مهمه بزاف هي محاربه للاسف ديال الشائعات اللي خلات الناس انهم يكون عندهم عزوف على التلقيح ديال بوحمر. هو تلقيح قديم جدا، راه كيرجع لواحد 60 سنه، تبدا في 1963، وبالتالي ماشي شي تلقيح جديد واللي عطى واحد الفعاليه ديالو. حاجه اخرى مهمه بزاف وهي نقطه القوه ديال المنظومه الصحيه ديالنا حنا، راه هو هذا البرنامج الوطني للتلقيح، راه هي واحد القوه اللي هي على المستوى الاقليمي، على المستوى كذلك القاري وحتى العالمي. دونك ما بغيناش تكون انتكاسه، وهذا البرنامج ديالنا يرجع للور. نفضل ان شاء الله هذه العمليه التحسيسيه اللي كنقوموا بها ماشي هي راه ما كايناش غير في العمليات في دمر السلطان، وزاره الصحه راه كتقوم بها كذلك على المستوى الوطني كامل. بغينا تكون استجابه وما نخليوش ان هذا المرض هذا يزيد ينتشر. وشكرا.